وصفتنا النهاردة إن شاء الله رز بسمتي بقطع الفراخ. جبت هنا صدرين من الفراخ وحمرتهم في شوية من الزيت كده لغاية ما أخدوا اللون ده. في نفس الحلة هنزل عليهم ببصلة كده متقطعة مع فص توم صغير وأشوحها. بعد كده هضيف البهارات: ملح، فلفل أسود، وكم واحدة حبهان ومكعب من المرقة. وهنا ضفت لهم شوية من الكركم واسيبهم كلهم كده يتشوحوا مع بعض. بعد كده هقطع الفراخ قطع صغيرة وهضيفهم برضو للحلة تاني مع كوباية كده من المية لغاية ما الفراخ تدخل في السوا. وهنا ضفت لهم كمان شوية من البهارات المشكلة. صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. في الوقت ده غسلت الرز البسمتي وصفيته وحطيته في الحل، واحاول هنا اظبط المية بتاعتي. ضفت مية مغلية لغاية ما احس ان المية مظبوطة. اخلي النار عالية عليه يا جماعة لغاية ما يتشرب المية خالص، وبعد كده هوطي عليه. ما شاء الله، شايفين شكله عامل ازاي؟ مفلفل وطعمه جميل يا جماعة. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي. غدا سهل وبسيط جدا وفي حلة واحدة. شايفين عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اشوفكم في فيديو تاني باذن الله. مع السلامة.